من ضمن الشخصيات اللي بتظهر في حكاية أنيسة شخصية البنت برج. الشخصية دي ما اتذكرتش خالص في المسلسل مع إن كان ليها لقطة مهمة في الحكاية. برج البنت الغلبانة اللي رايا وصفتها إنها كانت ريحتها وحشة ونتنة. وفي يوم من الأيام في حارة الناجي عبد الرازق كان راجع سكران جدا وده خلاه في اليوم ده تحديدا بهدل البنت برج معاه. وبرج لأنها كانت واخدة على البهدلة والمرمطة في الشوارع فكانت شايفة إن مرمطة عبد الرازق ليها أهون. عبد الرازق في اليوم ده خدها ولف بيها في الحانات، يعني كان بيتحرك بيها من حانة لحانة، يقعد ويسكر وتشرب معاه. ولما عدى نص الليل جابها على الحارة، بس كان سايقها قدامه بعصاية زي المشاية، وكان بيشتمها بألفاظ قاسية جدا وكان بيضربها بالعصاية. مش بس كده، ده دخل بيها دكان فاضي واختلى بيها، ولأنه قفل الدكان فما كانش في حد ينجد البنت دي. البنت كانت بتصرخ لكن مين يسمعها، وفضل عبد الرازق يعتدي عليها ويضربها لحد الفجر. واللي أنقذها من إيده ستوتة. ستوتة بنت منصور الصبح شافت البنت وهي بتعيط ومهرية من العياط ومضروبة جامد، وعبد الرازق كان بيشتمها ومازال بيضربها. أنقذتها من إيده، حتى مرضيش يديها أجرة الليلة اللي قضاها معاها. وكان رد عبد الرازق بقى أنا أدفع مقابل ليلة قضيتها مع البنت النتنة دي. والخناقة زادت والصوت عالي ما بين عبد الرازق وما بين برج، وأهل الحارة اتلموا. ستوتة بنت منصور صعبت عليها برج جدا، وكانت عايزة تجيب لها حقها من عبد الرازق. أخدت برج وراحت لريا، ورفعت هدوم برج علشان توري ريا الكدمات اللي كانت مالية جسم برج من ضرب عبد الرازق ليها. وطلبت من ريا إنها تشتكي عبد الرازق لحسب الله علشان يجيب حق البنت الغلبانة دي. ولقت ستوتة إن مفيش فايدة، لأن حسب الله كل اللي عمله إنه قال ده إحنا هنكسره دماغه، وما عملش أي حاجة ولا كان له أي رد فعل يجيب حق برج. ستوتة فكرت ولقت إن الوحيد اللي هيجيب حق برج والوحيد اللي عبد الرازق هيعمل له حساب هو محمد خفاجة. محمد خفاجة مختلف تماما عن عبد الرازق. محمد خفاجة ابن ناس معلم، إنما عبد الرازق عربجي، وكان بيعتبر من محاسيب محمد خفاجة. محمد خفاجة كان له صيت كبير، بس مش كفتوة، كراجل جدع ابن ناس، وكان كريم جدا. كان عنده حظيرة كبيرة من المواشي، وكانت الحظيرة دي فيها خير كتير من جبنة وزبدة وبيض وكل منتجات المواشي. فكان محمد خفاجة غني عنده خير كتير. لما حكت ستوتة القصة لمحمد خفاجة علشان يرضي برج طلع ربع ريال واداهولها. اللي شاف الكلام ده واحدة اسمها ستيتا ورايا وأم أحمد النص. ورايا انبهرت ازاي يطلع ربع ريال بحاله ويديه للبنت برج. محمد خفاجة كان بالنسبة لرايا نموذج لراجل ما شافتوش قبل كده، وخصوصا ان حسب الله جوزها نطع وعايش على قفاها. رايا لما شافت الموقف ده قعدت